في يوم السبت وفي ملعب الأولد ترافورد درجات الروح للشياطين الحمر، وقدروا يربحوا الماتش الثالث على التوالي لأول مرة مع أموريم، والأول مرة من 18 شهر. كونيا سجل الهدف الأول في الدقيقة 24، وكاسميرو مع شوية الحظ اللي بعد من اليونايتد من سنوات طويلة بتسديدة كضرب في الدفاع وتبدل اتجاه ودخل الشباك قبل ما يكمل مبومو الهدف الثالث في الشوط الثاني باش يأكد أن اليونايتد راجع. لكن ويلباك مهاجم اليونايتد السابق قرر يفيق الجمهور من الأحلام وسجل الهدف الأول برايتون قبل ما يزيد اليوناني كوستولاس الثاني في الدقيقة الأخرى. لكن مبويومو نجم الماتش ونجم اليونايتد الأول حاليا زاد الهدف الرابع باش يأكد الفوز، واليونايتد في المركز السادس من وقت طويل وبعيد عن المركز الثاني فقط بجوج نقاط. وفي الوقت اللي كيعيش فيه اليونايتد اجمل ايامه في فريق ليفربول العكس تماما. الخساره الرابعه على التوالي في الدوري من بعد ما كان متصدر رجع في المركز السابع. برينتفورد سحق ليفربول بجوج الاهداف في الشوط الاول قبل ما يسجل المجاري كيركيز هدف تخليص الفريق في اخر ثواني الشوط الاول، وهذا هو اول هدف للمجاري مع الريدز. لكن في الشوط الثاني زاد البرازيلي تياغو مشاكل ليفربول بالهدف الثالث، وهدف محمد صلاح في اخر دقيقه مع انه جول مثالي لكن ما مناش نزيف النقاط. وارني سلوت الى ما صلحش الامور قبل من مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد فالاقاله في الطريق. في اليوم الثاني كنا على موعد مع قمه الارض الكلاسيكو. ريال مدريد فاجأ برشلونه باداء خيالي وضغط خرافي خناق برشلونه حرفيا. برشلونه اللي كان واضح عليه تاثير الغيابات. الملكي كان في يومه كيف العاده، مبابي كيسجل الهدف الاول والهدف ال11 في الليغا والسادس في اخر 4 مباريات ليه في الكلاسيكو. لكن فيرمين لوبيز اللاعب الاكثر تاثير في برشلونه حاليا كيسجل تعادل برشلونه في اخر دقيقه الشوط الاول قبل ما يرجع بيلينغهام تقدم ريال مدريد. في الشوط الثاني تحسن اداء برشلونه ورجع كيستحوذ لكن بلا فرص خطيره لان اصلا ما عندوش الاسلحه الكافيه. وريال مدريد في النهايه كيكسر سلسله انتصارات برشلونه ويوسع الفارق مع برشلونه في الدوري ل5 نقاط. مانشستر سيتي كيرجع بخساره من ملعب فيلا بارك بهدف ظهير ماتيكاش. مباراة لنسيان مانشستر سيتي. استون فيلا تفوق في كل شيء. استون فيلا من بعد اول 5 المباريات محقق فيها حتى فوز، ها هو كيربح في اخر 4 المباريات ويتعادل مع ليفربول في النقاط. وفي اخر مباراة معنا ارسنال اللي واضح ان هذا هو موسم العودة للتتويج. كيربح فيه كريستال بالاس العنيد بهدف العادة الركلة ثابتة بهدف ابريتشي ايزي اللي سجل ضد فريقه السابق. وحاليا ما كيبان حتى منافس الارسنال، واضح ان هذه المرة الفيل صعب جدا انه يسقط من الشجرة. حتى لهنا كينتهي الملخص. كان معكم عصام الهلالي وكيف العاده الا كنتي كتشاهدني من اليوتيوب نتمنى تدعمني بلايك وبالاشتراك، اما الا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعه باش تشوف فيديوهات القديمه. والسلام عليكم ورحمه الله.